اسعد الله صباحكم، جمعتكم مباركه. طبعا بالقضيه بالفيسبوك وقعد ترند بسبب شخص اسمه غالب القاضي. غالب القاضي هذا على اساس انه شخص فاعل خير ويدي للمحتاجين. قسما بالله ما اخليه يوبه شوالانيس مدي هذا. اهم شيء ايش بيفعل الرجال هذا؟ بيستغل البنات المحتاجات. يعني بنية محتاجه، بنية عمليه يقول لها تعالي، يتزوجها شهر وطلق ودرب. وكم قد فعل مع بنات هكذا، كم قد فعل مع. اهم شيء يدي السله الغذائيه، يشتري سله غذائيه، يدي السله الغذائيه وداه وراها القاضي، يدي القاضي وراه، ادى السله الغذائيه وعقد وتزوج بدون مهر بدون حاجه، وشهر ودرب. اهم شيء طلعت بنيه وهي بتبكي وبتشرح قصتها، وهذا السبب الذي خلى الناس انهم يتضامنوا معاها. وعلى الرجال هذا لا فيه لا رحمه ولا شفقه ولا ذره انسانيه، ولا هو رجال اصلا، والله ما هو رجال. يعني يستغل البنات الذي هن محتاجات وقال تعال تزوج، يفعل شهر. المشكله انه بيزيد وحمل، يزيد يحلبهن بوليد، قال يتضاب حرضانك من روحها، يزيد يحلبها بوليد، يخليها توحم وطلق. عليك لعنه الله يا غالب القاضي، عليك لعنه الله. احنا نطالب الحكومه ونطالب الجهات المختصه بسرعه القبض على هذا. يبزوا يربطوه وسحبوا له بملان صنعاء، قال يلا انه يستاهل. والرسالة للآباء، لا تخليش بنتك سلعه، والله لو ما لقيتش تاكل، لو تاكل اترى، ولا تديها لواحد ابن سوق. يعني والله يجي لك واحد مزلط مبون يقول لك عدا بز بنتك، عدا فعل وفعل معاها شهر شهرين وقال بهدرب والني مرجومة هناك. والله يجي لك واحد محيرف ما معاه خمسة، لكن ابن ناس وعيبه لها ويحافظ عليها وقادر انه يعيشها حياة كريمة، هذا يقبل به. وعاد الست سن، عاد الست سن قصتها، والتجارة حق الست سن هذا عاد موضوع ثاني انا حكى به، موضوع من كذاك، هذا موضوع خارج عن الإطار، لكن اتذكرتهم دلهي. وتحياتي.